السلام عليكم. كتير من الشباب النهارده عشان خاطر يتجوز هو كل وجهة نظره عن الجواز إن هو لازم يصاحب الأول ويعرفها كويس جدًا عشان خاطر يعرف يروح يتقدم لها إن كانت هي كويسة والّا مش كويسة. على الناحية التانية برضه بنات كتير جدًا أول ما بتسمع كلمة إن ماما جايبة لي عريس، بابا جايب لي عريس يعني صالونات، لأ أنا مش موافقة وبتخاف جدًا، جدًا، جدًا لا تظلم نفسها بقية حياتها على حِس إن هي ممكن تتجوز حد هي already ما تعرفوش وهييجي يتقدم لها عن طريق الصالونات. السؤال بقى دايمًا هنا، هو جواز الصالونات هو اللي ناجح والّا الجواز عن الحب هو اللي بينجح؟ ولو جواز الصالونات هو اللي ناجح، ليه كمية السَف والتريقة اللي بتحصل عليه على السوشيال ميديا دي؟ أنا محمود أدري، أهلًا بيك في قناة مسدجز، لو أول مرة تشوفني اعمل سبسكرايب للقناة وفعّل زر الجرس عشان خاطر يوصل لك كل جديد، لإن إحنا هنا في القناة بنناقش مواضيع مهمة جدًا، 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 هدفها إن إحنا نرتقي بالمجتمع وأخلاقنا اللي ديننا أمرنا بيها، ويالّا بينا نشوف الموضوع هيمشي إزاي. خلّينا بقى نتكلم في نقطة مهمة جدًا، جدًا قبل ما ندخل في قصة صالونات والّا كافيهات. ببساطة جدًا في حاجة مهمة أنت لازم تعملها أو أنتِ قبل ما نحدد بس وندخل في موضوع نتجوز صالونات والّا نتجوز كافيهات والّا نتجوز إزاي. بُص، الموضوع ببساطة جدًا أنت أو أنتِ لازم يكون عندك حاجة اسمها المعيار. أنا لازم أكون حاطط معيار لنفسي أنا كولد أو كبنت للشخص أو شريك حياتي اللي أنا محتاجه في المستقبل. بمعنى أنا النهارده والله عايز أتجوّز واحد غني، مش عيب أحُط ده في المعيار. عايز أتجوّز واحد متديّن، أوكي، مش عيب أحُط ده في المعيار. عايز يكون واحد لازم يكون معاه عربية ويكون بيشتغل في شُغلانة مرموقة شوية، أوكي، حُطّي ده في المعيار. على الناحية التانية محتاج واحدة جميلة، أوكي، حُط ده في المعيار بتاعك عشان تبقى عارف أنت بتدوّر على إيه بالضبط. محتاج واحدة تكون غنية، أوكي، مش عيب برضه حُط ده في المعيار عندك. محتاج واحدة تكون متدينة جدًا، 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 أوكي، حُط ده في المعيار عندك. ولكن وأنت بتقيس المعايير بتاعتك، ممكن أسألك سؤال أو نصيحة هانصحها لك وأنت بتحط المعايير بتاعتك. لو أنت النهارده بتدوّر على واحدة متدينة جدًا، في مقولة شهيرة كده أو حديث أنا مش متأكد، بس بيقول المقولة دي خلّينا نتكلم في معناها. آآ لو أردت فاطمة فلازم تبقى علي، يعني لو أنت عايز تتجوّز فاطمة بنت النبي، فأنت محتاج إن أنت تكون علي بن أبي طالب، صح والّا لأ؟ نفس الكلام، حضرتك لو محتاجة واحد متديّن، أنتِ كمان لازم تكوني متديّنة. القصة فين؟ إن أنت لازم تضبّط المعايير بتاعتك عشان خاطر تبقى عارف إن هي دي الأسئلة أو الحاجات اللي أنت هتبقى محتاج تشوفها في الشخص اللي قدّامك أو الأسئلة اللي محتاج توجّهها للشخص اللي قدّامك، سواء قعدتوا مع بعض في كافيه أو قعدتوا مع بعض في صالونات أيًا كان. وأنا هاقول لك رأيي في الموضوع ده دلوقتي. بس القصة فين؟ إن أنت تبقى عارف إزاي تقدر تحدد هو ده الشخص المناسب اللي هيناسب شخصيتي والّا لأ. لإن ببساطة خُدها قاعدة، 99% من الناس ما بتتغيّرش بعد الجواز، واللي بيقول غير كده ده بيحلم بالأحلام الوردية. فلازم طول الوقت تكون حاطط لنفسك المعايير. تعالَ بقى نشوف كافيهات والّا صالونات. تعالَ بقى نعمل مقارنة سريعة كده ما بين الصالونات والكافيهات. خلّينا نوصف بس وصف بالراحة كده. صالونات يعني إيه؟ يعني في واحد شاف حضرتِك، أوكي، أو مامته شافتِك، باباه شافه، سأل حد فقالوا له والله في عروسة في المكان الفلاني على سِن جواز، ممكن تيجي تتقدم لها، أوكي. حد أنتِ ممكن تكوني ما شُفتيهوش قبل كده ولا هو شافِك قبل كده أو ممكن يكون هو شافِك فراح كلم والدته فجات كلمت والدتِك أو والدِك وطلب إن هو ييجي البيت، فالراجل ده خبّط على الباب ودخل البيت من بابه، أوكي. الكافيهات واحد هو قرر يقابلِك أنتِ لوحدِك برّه، لا حد من أهلِك ولا أي حاجة. طيب هنا الوضع الديني دي أهم حاجة لازم نتكلم عنها في البداية قبل ما نتكلم في بقية الحاجات، لإن في كوارث يعني والكلام ده موجه أكتر للبنات، ركّزي معايا في الكلام ده الله يرضى عنِّك، تمام؟ أولًا صالونات حلال، كافيهات حرام. طب ليه؟ هنا أنتِ هتقدري على فكرة تسأليه الأسئلة اللي أنتِ عايزاها وتتناقشي معاه المناقشة اللي أنتِ نِفْسِك فيها خالص وتشوفيه براحتك، أوكي. بس هنا هيكون قدّام أهلِك، تمام. طب وهنا أنتِ لوحدِك. طيب وهل ده حرام؟
يعني أنت عارف وأنا عارف وأنتِ عارفة وأنا عارف إن هو حرام. فخلّينا في الإيه، في الحلال. ده بالنسبة كده للكافيهات، يبقى كده 1-0 للإيه، sorry 1-0 للإيه، للصالونات. إن إحنا كده بنرضي ربنا في الحلال. ده كده رقم 1. بالنسبة بقى للنقطة رقم 1، سامع واحد وواحدة بيسألوا سؤال ثعباني شوية، يقول لك طب ما أنا ممكن أقابل واحدة في كافيه نخلّص شغل وبيحصل كتير اليومين دول. أحب أقول لك إن ديننا حَط حدود للمعاملات في الشغل، أوكي، إنما اللي إحنا بنتكلم فيه ده دلوقتي جواز، يعني علاقة، أوكي، فبرضه بيبقى ليها أُسس، من ضمن أهم الأُسس بتاعتها إن هو يكون قدّام الأهل. رقم 2 بقى، والنقطة دي مهمة جدًا، في الصالونات صعب العريس يكذب، صعب العريس اللي متقدم لحضرتِك يكذب. ليه؟ هيتكلم عن مستقبله وعن وضعه الحالي بمنتهى المصداقية، لإن ده اللي هيترتب عليه الاتفاقات اللي هيتفقها مع والدِك. طب في الكافيهات إيه اللي هيحصل؟ سهل جدًا يكدب عليكِ، سهل جدًا يخدعِك، سهل هي كمان تكدب عليك وتخدعك. ليه؟ لإن إحنا في الأول وفي الآخر هو جواز أو لسه كلام من غير أي مسؤوليات. فطبيعي جدًا كل بني آدم بيحاول يطلّع الحلو اللي فيه عشان يقنع الطرف التاني بيه، فدي كارثة. فخلّي بالِك من النقطة دي. في الصالونات صعب إيه، صعب يكذب وهيقول كل الحقيقة. ولو رجعنا بقى للمعايير اللي إحنا كنا متفقين عليها من البداية، هتقدري تحددي توافقي والّا ترفضي. لإن مش معنى إن هو جه البيت إنه أهلًا وسهلًا خلاص بقى جوزِك. أنتِ من حقِّك تقولي آه، ومن حقِّك تقولي لأ. ومن قبل ما يكون ده حق المرأة، ده حق المرأة أصلًا في الإسلام. النقطة التالتة، في الصالونات حضرتِك صُنتِ أهلِك، عشان كده أصلًا هو اسمه المصونات مش الصالونات زي ما هُم بيقولوا. كده حضرتِك صُنتِ أهلِك، احترمتِ رجولة والدِك، احترمتِ رجولة أخوكِ، واحترمتِ نَفْسِك واحترمتِ دينِك، أوكي. طيب الناحية التانية، في الكافيهات ما صُنتيش أهلِك خالص. هتقولي لي طب ما أنا ممكن أكون هانزل أقابل الشخص ده بمعرفة ماما. أنا عايز أقول لِك إن كده أنتِ وماما عندكم مشاكل أصلًا. بجد والله. لإن كده في مشكلة في الثوابت الدينية عند مامتِك، فمش معنى كده إن ده يدّيكِ عُذر إن هي عارفة. لإن برضه في الأول وفي الآخر الشخص اللي أنتِ بتقابليه ده حتى لو عارف إن مامتِك عارفة، قدّام هاقول لِك على شوية حاجات هتفهمي هو أنتِ ليه ما كانش ينفع حتى تنزلي تقابليه، وكان لازم تصوني أهلِك حتى لو كانت مامتِك أو باباكِ عارفين. وما أعتقدش إن باباكِ ممكن يوافق لو يعني في عريس متقدّم لِك وأنتِ عايزة تنزلي تقابليه في كافيه الأول، برضه كده بابا يبقى عنده مشكلة. النقطة اللي بعد كده بقى، ومحتاجة تركّزي معايا جدًا، 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 ومحتاج تركّز معايا جدًا، جدًا في النقطة دي. في حاجة اسمها حُب مبني على مسؤوليات، وفي حاجة اسمها حُب مبني على مشاعر بس. خلّيني أقول لك إن الحُب اللي مبني على المسؤوليات هو أهم مليون مرّة من الحُب اللي مبني على مشاعر بس. ليه؟ في الصالونات الحُب اللي مبني على مسؤوليات، أنتم 2 قررتوا تتخطبوا بمعرفة باباكِ ومامتِك، والمسؤوليات اللي بقت موجودة إنِّك حضراتكم بتجهّزوا بيت هتقعدوا فيه. فهنا في حُب قايم على مسؤوليات. فأنتِ شُفتِ عريسِك ده وهو مضغوط ماديًا وهو بيجهّز شقته، وهو ما معاهوش فلوس، كان سلوكه عامل إزاي. وأنت شُفتها في عِز ما أنت كنت مزنوق هي كانت واقفة جنبك بشكل عامل إزاي. على الناحية التانية، حُب من غير مسؤولية. عارفين يا جماعة، لو دخلتوا كده قريتوا هتلاقوا إنه معظم الناس اللي بتتجوّز عن حُب بتتطلّق، أو بيحصل حالات طلاق كتير جدًا، جدًا النهارده، لإن الموضوع ما كانش أصلًا من البداية حُب وهُم بيسموه حُب. بمعنى، واحدة، واحدة، الشخص اللي أنتِ بتحبيه ده لمّا ما بيكونش الحُب قايم على مسؤولية، بتبقي أنتِ راسمة له قالب، هو أنتِ خدتِ عليه بشكل معيّن، أوكي. لمّا بتبدأوا تتجوّزوا، ده لو وصلتوا لمرحلة الجواز يعني، أوكي، المسؤوليات لمّا بتبدأ تظهر، الشخصية اللي أنتِ بتحبيها بتبدأ تتغيّر. عشان كده ناس كتير جدًا ترجع تقول لك إيه، فلان وفلانة ما بقوش، يعني ما بقِتش زي ما أنا كنت عارفها، ما بقاش مش ده اللي أنا حبيته. ليه؟ أصل في قالب جديد كده بدأ يتكوّن على مقاسه ومقاسها اسمه المسؤولية، أوكي. الحُب اللي بيبقى قايم والجواز اللي بيبقى قايم عن طريق المسؤولية ده، أنا شُفت فيه كل حالات الشخص اللي معايا بيكون فيها عامل إزاي. فبناءً عليه بابدأ أقرّر. وقت الخطوبة لمّا ده بيحصل وأبقى شايف الكلام ده، ساعتها باعرف
هو أنا هاعرف أتأقلم مع الشخصية دي بعد الجواز اللي هي اتغيّرت دي والّا مش هاعرف أتأقلم؟ طب هو الشخص ده لمّا بيتضغط ممكن ييجي عليّا ويظلمني والّا هو بيعرف يفصل ما بين ضغوطات حياته وما بيني أنا شخصيًا؟ عشان كده صالونات ومسؤولية أهم مليون مرّة من حُب من غير مسؤولية، وكمان نتّك على الحتّة دي تاني معلش، حرام. أوكي، خلّينا ندخل على النقطة اللي بعدها. خلّيني أزيدِك من الشعر بيت: صالونات هتكبري في نظره، كافيهات هتصغري في نظره. ليه يا محمود؟ على فكرة أنا أعرف ناس كتير اتجوّزت عن حُب واتقابلوا في كافيهات قبل الجواز وعايشين حياة كويسة وبيحترموا بعض. ممكن أقول لِك على حاجة وتتقبّليها منّي كأخ، وأنا كلامي أنا عارف في الفيديو ده موجّه أكتر للبنات لإني وجع البنات في الحتّة دي بيوجع أكتر شويتين 3. القصة فين؟ القصة كلّها إن أحيانًا إحنا كشباب بنقعد نفكّر مع نَفْسنا، مش عادي أنتِ ممكن برضه تقعدي تفكّري مع نَفْسِك شوية ما بينِك وما بين نَفْسِك كده وتراجعي أمور حصلت في حياتِك، نَفْس النظام الشاب لمّا بيقعد مع نَفْسه ممكن يرجع يعيد نظر في حاجات كتير، ويبدأ يقول ما بينه وما بين نَفْسه طَب هي إزاي كانت بتقابلني من غير معرفة أهلها؟ مش وارد ييجي التفكير ده؟ وعلى فكرة حقّه يفكّر التفكير ده. القصة إن لمّا الشاب بيبدأ يفكّر التفكير ده، بعدين ممكن يبدأ يدخّل الشك ما بينه وما بين نَفْسه. بس أنتم المشكلة الحقيقية، وعلى فكرة أنا مش بازكّي نَفْسي تمامًا، أنا من الناس اللي غلطت الغلط ده على فكرة، وفي بداية الفيديو قُلت للأسف أنا كنت من ضمن الناس اللي بتفكّر إن أنا لازم أعرف بنت و2 و3 و4 لحد ما أتجوّز وهكذا، عشان خاطر أعرف دي مناسبة، دي مش مناسبة وهكذا، وده كان غلط تمامًا، وأنا النهارده مُعترف إن هو غلط بنسبة 100%، وربنا يهدينا ويثبّتنا جميعًا. ولكن القصة فين؟ ما ترجعوا يا جماعة كده تفتكروا أيام الكُلّية، أوكي؟ في بنات وشباب أكيد قدّام عينكم كتير شُفتوهم مرتبطين. كام واحد بقى أو كام علاقة من العلاقات دي نجحت ووصلت للجواز؟ أتحدّى لو اتعدّت 1%، نُص في المِيّة، ممكن من كل 100 واحد علاقة أو علاقتين، والمشكلة إن إحنا كُلّنا بنبقى شايفين إن إحنا هنبقى العلاقة أو العلاقتين دول، عشان كان حُب أصلًا من البداية قايم من غير مسؤولية. عيّل إيه اللي بيدرس في كُلّية لسه ما عرفش مستقبله بيقول لِك يالّا هنتجوّز، إحنا هنهرّج مع بعض في وسط الظروف الصعبة دي؟ يا جماعة الموضوع ما بيمشيش كده. عشان كده محتاجين إحنا كبنات بقى نحافظ على أو sorry تحافظوا على نفسكم كويس جدًا، جدًا، جدًا. وأنا ما طلعتش قُلت الكلام ده غير عن تجربة أقسم بالله العلي العظيم ما ليّا أي مصلحة في حاجة زي كده. وبالنسبة للشباب، أنا عايزك تحافظ على مشاعرك. كسرة الشاب بعد حُب بتبقى صعبة جدًا، جدًا، جدًا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى صارف لنا شوية مشاعر. المشاعر دي لمّا بتطلع في الطريق الصح، أوكي، بتروح في المكان الصح وربنا بيبارك فيها. سمعت مرّة شيخ من ضمن المشايخ بيقول حتى الناس اللي اتجوّزت عن حُب واتقابلت في كافيهات قبل الجواز وبعد كده اتجوّزوا، محتاجين يتوبوا من الذنب ده لإنه ذنب. أنت متخيّل؟ حتى لو اتجوّزوا؟ حتى لو اتجوّزوا محتاجين يتوبوا من الذنب دوّة. يتوبوا إزاي؟ يعني يعلنوا لربنا سبحانه وتعالى إن هم تابوا ومش هيكرروا حاجة زي كده تاني، أو هو مش هيكرر حاجة زي كده تاني مع حد غيرها. فالفكرة إن في كلتا الأحوال هنا خطر، هنا طمأنينة، هنا سكينة، هنا كل حاجة بتحصل قدّام أهلي. عشان كده لمّا تشوف بوست على السوشيال ميديا بيقول هو ليه العريس بيقول بتاع الصالونات بيقول باحبِّك بعد أول أسبوع، ما تخشش وتقول ها، 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 ها. ليه؟ لإن أصلًا هو حرام يقول باحبِّك بعد أسبوع حتى لو جاي لِك صالونات، أصلًا بقى، تمام؟ الفكرة بلاش السم في العسل وإحنا نتساق وراه على الفاضي. الموضوع ده كان بيستفزني جدًا، فكنت مقرر إن أنا لازم أعمل عنه فيديو. لو وصلت معايا لحد هنا وشُفت إن الكلام بتاعي ضاف ليك أو ليكِ حاجة وفعلًا الكلام ده ضاف قيمة، يبقى أنا أستحق منّك لايك وcomment وتقول لي رأيك، كافيهات والّا صالونات؟ طب لو شُفت إن كلامي ده أي كلام وأنت مش مقتنع بيه تمامًا ولا كإنّك شُفت حاجة، وأحب برضه إن أنا أقرا رأيك في التعليقات وما أستاهلش منّك أي لايك في الحالة دي. أنا كنت مبسوط جدًا، جدًا إن أنا باتكلّم معاكم. لو ما عملتش subscribe للقناة يالّا بينا نعمل subscribe للقناة وتابع كل المواضيع اللي بتنزل على القناة وشوف الفيديوهات اللي حصلت قبل كده. إحنا هنا بنتكلّم في الماركتينج، بنتكلّم في الsales، بنتكلّم في حاجات تخُص الmindset، بنتكلّم في حاجات تخُص الصحّة النفسية، بنتكلّم في أمور دينية في الحياة.
القناة متنوعة جدًا، جدًا، وهتلاقي عليها مواضيع كتير جدًا تفيدك، وأسأل الله تعالى إن الكلام اللي إحنا بنتكلم فيه يكون لوجهه ولوجهه فقط لا غير، وأنا كنت مبسوط إن أنا باتكلم معاك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.